الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم بحول الله مع درس من دروس مدخل الاستجابة، ألا وهو الزواج. فأول سؤال نطرحه: عرف الزواج. إذا في الامتحان الجهوي إما سيطرح عليك تعريف الزواج أو حدد مفهوم الزواج. إذا الزواج هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين. إذا حينما نقول ميثاق يعني هو عهد، وهذا العهد نوثقه على وثيقة، لذلك سميناه ميثاق. ميثاق تراض، إذا هذا الزواج يكون بالتراضي وليس بالإكراه، يعني ما كنتزوجوش بالزز، وإنما بالتراضي، كتكون الزوجة راضية والزوج راضي على ذلك الزواج. ميثاق تراض وترابط شرعي. إذا الترابط إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون غير شرعي. فالترابط الغير الشرعي مثل الزنا، مثل الصداقة وغيرها الذين يسمونها صداقة. إذا هذاك ترابط غير شرعي يعني غير جائز. أما الارتباط بين الرجل والمرأة الشرعي هو الزواج، وترابط شرعي بين رجل وامرأة، وليس بين رجل ورجل، وليس بين مرأة ومرأة، لأن العلاقة التي تكون بين الرجل والرجل هذه يعني ترجع إلى قوم لوط، وهو محرم شرعا في الشريعة الإسلامية. والعلاقة التي تكون بين المرأة والمرأة تسمى السحاق، وهو كذلك غير جائز. إذا لا بد أن يكون رجل ومرأة، وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام. إذا هذا الزواج من أهم صفاته أن يكون دائما، أن يكون الزوج نيته أن يتزوج تلك المرأة على وجه الدوام، تكون ديالو ديما. وكذلك الزوجة نيتها في الزواج أن يكون ذلك الرجل دائم لها. هذه هي النية اللي خصها تكون في الزواج، وليس الزواج المؤقت. الزواج الذي يكون في شهر، في سنة، في سنتين، ثم يتفقان على هذا ثم يتطلقا فيما بعد، هذا الزواج غير شرعي وهو غير جائز. شنو الغاية من الزواج؟ علاش الإنسان كيتزوج؟ غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين. غايته الإحصان والعفاف، يعني أن الرجل كيتزوج باش كيحصن النفس ديالو، باش ما يوقعش في الزنا. وكذلك حينما المرأة تتزوج كتزوج باش كتحصن النفس ديالها وتتعف النفس ديالها باش ما تمشيش توقع في الزنا. إن غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، يعني أن الغاية كذلك من الزواج أنه تكون عندنا واحد الأسرة فيها أطفال، تربيتهم تربية حسنة. من الذي يرعاهما؟ واش الرجل وحده أم المرأة وحدها؟ لا، بل كليهما برعاية الزوجين. الزوج عنده دور في الأسرة، والزوجة كذلك عندها دور في الأسرة. إذن هذا التعريف لا بد من حفظه يا عزيزي التلميذ. السؤال الثاني: ما حكم الزواج مع الاستشهاد على ذلك؟ ملي تنقولوا استشهاد إما تجيب آية أو حديث أو آية من سورة يوسف، كيف ما كان هذا الاستشهاد، المهم يكون مناسب. أول شيء طرح عليك حكم الزواج، يعني ملي تنقولوا حكم يعني واش واجب ولا مستحب ولا مندوب ولا مكروه ولا محرم ولا ماذا. إذا الحكم الأصل في الزواج أنه مستحب. ملي تنقولوا مستحب أي أن الإنسان لا تزوج راه غياخذ الأجر. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في الزواج، قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. وباش عرفنا أنه مستحب وماشي وجوب؟ لأن الحديث جاء فليتزوج، هذا فليتزوج راه فعل أمر، ومعلوم أن فعل الأمر يقتضي الوجوب. علاش ما قلناش وجوب الزواج؟ لأن جاء قبل هذا فعل الأمر، جاء قبله من استطاع منكم. من استطاع يعني اللي قادر على الزواج. هذيك من استطاع هي التي أنزلته من الوجوب إلى الاستحباب، يعني اللي قادر على الزواج هو اللي كيتزوج. فدل هذا على أن الأصل في الزواج أنه مستحب. لكن هذا الزواج قد تعتريه باقي الأحكام الشرعية الخمسة. يعني في بعض الأحيان الزواج قد يكون محرما، وفي بعض الحالات قد يكون واجبا، وفي بعض الحالات الأخرى قد يكون مباحا، وفي بعض الحالات قد يكون مكروها.
حسب حالة كل شخص، لكن الأصل فيه أنه مستحب. فمتى يكون واجبا؟ يكون واجبا في حق الرجل القادر على الزواج وله رغبة في النساء. يعني واحد السيد عنده القدرة على الزواج، القدرة المادية، وعنده القدرة المعنوية كذلك، يعني عنده شهوة تجاه النساء، فإذا لم يتزوج قد يقع في الزنا، يعني يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، وعنده كذلك قدرة مادية على الزواج. هذا الرجل الزواج في حقه واجب، خصو يتزوج ضروري، لما تزوج أكيد سيقع في الزنا. ومتى يكون الزواج محرما؟ يكون الزواج محرما في حق الرجل الذي ليس له رغبة في النساء، وليس كذلك ليست له قدرة مادية. يعني واحد السيد ما عندوش نهائيا باش يتزوج، ما عنده لا سكن لا وظيفة لا شيء، ما عنده حتى شي حاجة وباغي يمشي يتزوج، أو رجل ليس له رغبة في النساء، يعني لا يحب النساء، هكذا ازداد بحقه، ما عندوش رغبة في النساء، فهذا لم يتزوج قد يضيع حق المرأة، يعني ما غيديرش مع علاقة زوجية، ما غيديرش مع الجماع، وقد يكون سببا لها في الخروج إلى الزنا، لأن هذيك السيدة تزوجت به باش تحصن النفس ديالها وهو لا يرغب في النساء. وكذلك ما عندوش باش يصرف عليها، ما عندوش قدرة مادية إلى آخره، غيضيع الأطفال من غيتزادوا عنده وليدات، ما عندوش باش ينفق عليهم، كذلك المرأة ما عندوش باش ينفق عليها. إذن الزواج في حق هؤلاء الزواج محرم في حقهم. ومتى يكون مباحا؟ ومتى نقولوا محرم؟ الزواج محرم يعني أنه لم تتزوج غياخذ الإثم، يعني غيولي محرم، ولا ما تزوج لا شيء عليه. والمستحب لا تزوج راه عنده الأجر، ما تزوج لا شيء عليه. متى يكون مباحا؟ مباحا سواء تزوج أو ما تزوج لا شيء عليه. المباح هو واحد السيد ضامن راسه، أو أنه عارف راسه مزيان أنه ما غيوقعش في الزنا، يعني لا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا. فهذا الإنسان حتى وإن كانت له إمكانات مادية، لكنه يضمن نفسه ويعرف حق نفسه أنه لا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، فهذا الزواج في حقه مباح. ومتى يكون الزواج مكروه؟ يكون مكروه في حق الرجل الذي إن تزوج سيشغله عن أداء بعض الواجبات، يعني أنه قبل ما يتزوج كان يخدم مزيان ويتقن عمله، لكن ملي يتزوج أصبح متكاسلا متهاونا، ولا دائما ناعس حدا المرأة، كيمشي للعمل معطل، ما كيتقنش العمل ديالو، فهذا الزواج في حقه مكروه. ملي نقولوا مكروه يعني لم تتزوج راه غياخذ الإثم، ولكن لما تزوج لا شيء عليه. إذا المكروه وهو أن الإنسان إذا فعله سيأخذ، يعني الإنسان إذا تزوج هو ما غياخذش الإثم بحال الحرام، إذا تزوج يعني لا شيء عليه، ما غياخذش نفس الدرجة ديال الحرام، لكن إذا لم يتزوج راه غياخذ الأجر. علاش؟ لأنه قبل ما يتزوج راه كان يؤدي العمل ديالو بإتقان، يعني راه كياخذ الأجر ديال العمل، لكن حينما تزوج هنا راه ما غيبقاش ياخذ الأجر. إذن الزواج متى يكون مكروها؟ في حق الرجل الذي سيشغل عن بعض أداء الواجبات. بحال مثلا عندنا واحد القاضي، مثلا قاضي كيدوز ملفات مثلا 20 أو مثلا 10 ملفات في النهار بإتقان، هذا قبل الزواج، لكن حينما تزوج ولا كيدوز ملف أو ملفين بدون إتقان، فهذا نقول الزواج في حقه مكروه. لكن الإنسان إذا جرب الزواج ولقى أنه مناسب له، لأن كاين بعض الناس لا يصلح لهم الزواج، وهناك بعض الناس كيصلح لهم مزيان، فحسب طبيعة كل شخص. لكن يبقى أن الأصل في الزواج أنه مستحب. يعني في الامتحان الجهوي ملي غيسولوكم ما هو حكم الزواج تقول لي مستحب وتتوقف فقط. امتى غنقول حرام وواجب وكذا؟ ملي غيعطيكم الحالات، يقولك مثلا رجل ليس له رغبة في النساء وليس له قدرة مادية على الزواج، ما حكم الزواج في حقه؟ تقول الزواج في حقه محرم. إذن حسب الحالات هنا غنبدا نقول محرم واجب كذا. أما لا قالك بصفة عامة ما هو حكم الزواج تقول لي مستحب. شنو هو الدليل على أنه مستحب؟ هو اللي قلنا قبيله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث، وديما الله يرضي عليكم في الامتحان، يعني في الامتحان الجهوي، لأن بعض التلاميذ كي ما كيفرقش بين الآية وبين الحديث،
ما كنتيش كتفرق بيناتهم، ما تقولش قال تعالى وما تقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، غتكتب الدليل على ذلك نقطة، افتح القوس وكتب الدليل. لأنك ملي كتقول قال تعالى وهو حديث، هنا تكون كذبتي على الله عز وجل. او ملي كتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قرآن، تكون كذبتي على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا بد من ان باش نحيد من هذا الخلاف هذا ان نكتب الدليل على ذلك نقطتان، افتح القوس اكتب. اذا نقول الدليل على ذلك ما هو؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذيك من استطاع منكم الباءة هي اللي كتدل على الاستحباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. وجاء يعني وقاية، يعني اللي ما قادرش يتزوج يمكن ليه يصوم، خصوصا في فترة الشباب اللي كتكون هذيك الهيجان ديال الشهوة. الإنسان لم يتعمر الوقت ديالو بالصيام فإنه هذاك الصيام يشغله عن التفكير في النساء ويشغله عن التفكير في الشهوات، وبالتالي الإنسان يستحب له الصيام. الذي ليس له قدرة على الزواج يستحب له الصيام، لأنه ثبت طبيا وعلميا على أن الصيام ينقص شهوات الإنسان. ثالثا أذكر أركان الزواج. الزواج له 4 أركان. الركن الأول الزوجان، الركن الثاني المهر، الركن الثالث الصيغة، والركن الرابع هو الإشهاد. زوجان، مهر، صيغة، إشهاد. ملي تنقولوا المهر هو الصداق، إما تنقولوا المهر أو كنقولوا ليه الصداق. الزوجان عندنا الزوجان، ملي كنقولوا الزوجان يعني رجل وامرأة، ماشي رجل ورجل وماشي امرأة وامرأة، رجل وامرأة. الزوجان أو كنسميهم طرفا العقد، يعني هما اللي غيوثقوا في العقد ديال الزواج، هما اللي غيكتبوا وغيسينيو في العقد، وكنسميهم طرفا العقد الزوجان. ثم المهر كنسميوه الصداقة، وهو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا لها بأنه سيتزوج بها. إذا شنو هو المهر؟ هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا لها بأنه سيتزوج. وهذا المهر يكون رمزيا. ملي نقولوا رمزي يعني ماشي ضروري أنه يكون غالي، يكون حسب الأعراف، حسب ما اتفق عليه الزوجين. ومن الأفضل يكون أنه ميسر، ما يكونش فيه غلاء ديال المهور إلى آخره. والصيغة، الركن الثالث هو الصيغة. شنو هو الصيغة؟ الصيغة هو الإيجاب والقبول، يعني أن ملي كيكون مريح الزوج أمام العدول وكتكون مريحة كذلك الزوجة، ملي كيسولهم العدول كيسول الزوج تيقول ليه واش أنت راضي تزوج بها، تيقول ليه قبلت نعم راضي. وتسول الزوجة واش أنت قابلة به، تقول نعم قبلت. هذاك الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة كتسمى الصيغة. وهنا الصيغة لا بد من التراضي بين الطرفين، يعني تكون التراضي. والصيغة إما أن تكون شفهيا، يعني كيسولهم العدول شفهيا، أو قد تكون بالكتابة، يعني لما تيهضرش. يقدر يكون مثلا زوج ما تيهضرش، أبكم يعني ما كيهضرش، أو زوجة يعني كيقول لهم كتبوا. لما كانوش مثلا تعرفوا يكتبوا تيسولهم بالإشارة، يعني تيجاوبوا بالإشارة، إما شفهيا وإما كتابيا وإما بالإشارة. كل هذه الأشياء تدل على الصيغة. كذلك الإشهاد هو الركن الرابع. والإشهاد ملي تنقولوا الإشهاد هما الشهود، ولا بد من شاهدين، جوج ديال الشهود. وعندنا في المغرب الحمد لله عندنا العدول في نفس الوقت كيوثقوا وثيقة الزواج وفي نفس الوقت كيشهدوا على الزواج. يعني انت ملي كتبغي تتزوج بواحد السيدة، ملي كتمشي عند العدول في الأصل أنه تيكون وحده في المكتب، لكن ملي كيكون الوثيقة ديال الزواج، ملي كيكون عنده واحد الزواج خصو يوثق الزواج، كيعيط على الصديق ديالو اللي هو عدول حتى هو، وملي تعيط عليه تيكون حاضر لهذا العقد ديال الزواج. كيكونوا شاهدين على هذا الزواج، شاهدين واش الزوج عطى المهر ولا ما عطاش، واش الزوجة قابلة ولا ما قابلاش، والزوج كذلك قابل إلى آخره. إذا لا بد من الإشهاد. إذا هذه هي أركان الزواج. ننتقل إلى سؤال آخر، وهو حدد مفهوم الأسرة في الإسلام. يقدر يقول أحد التلاميذ أستاذ راه الأسرة نواة المجتمع، ما بقاتش عندنا في الإطار المرجعي الجديد. نعم ما بقاتش عندكم، ولكن راه عندكم في الإطار المرجعي
في درس الزواج عندكم لا بد للتلميذ أن يحدد مفهوم الأسرة. لأن علاش خصو يحدد مفهوم الأسرة؟ لأن عندنا الزواج والطلاق ورعاية الأطفال وكذا تدخل ضمن فقه الأسرة. فقه الأسرة يعني الإنسان ملي كيكون أسرة خصو يكون عارف كيفاش يتزوج، خصو يعرف كيفاش يطلق لا حصلت مشاكل، خصو يعرف كيفاش يربي الأبناء ديالو، رعاية الأطفال إلى آخره. إذا الأسرة خصكم تكونوا حافظين هذه المفهومات. شنو هو التعريف ديال الأسرة؟ الأسرة هي نواة المجتمع. ملي نقولوا نواة المجتمع هي قلب المجتمع، لأن ما يمكنش يتكون لنا واحد المجتمع بدون أسر، لأن الأسرة هي اللي كتكون لنا المجتمع. أسرتي زائد أسرتك زائد أسرة الآخر زائد أسرة الآخر تكون مجتمع. أسرة زائد أسرة زائد أسرة تساوي مجتمع. إذن هي نواة المجتمع. كيفاش كتولد هذه الأسرة؟ متولدة عن علاقة زوجية. ما يمكنش تكون أسرة بدون زواج. متولدة عن علاقة زوجية شرعية. نقول علاقة زوجية يعني خصها تكون شرعية جائزة عن طريق الزواج. متولدة عن علاقة زوجية شرعية بين رجل وامرأة، لأن كانت بين رجل ورجل هذا أصلا ماشي زواج، غير شرعي، وما غيعطيناش أسرة، ما غيعطيناش أولاد. بين امرأة وامرأة كذلك. إذن علاقة زوجية شرعية بين رجل وامرأة اللي كتولي فيها هاد الأسرة كيوليو فيها الآباء، لأن الزوج والزوجة غيوليو آباء، تضم الآباء والأولاد، ومن بعد غيولدوا وليدات، تضم الآباء والأولاد. وتمتد كذلك، هنا كتبدا تفرع الأسرة، وتمتد كذلك لتشمل الأرحام والأقارب، كيولوا عندنا أرحام، أعمام، أخوال إلى آخره. خامسا، ما هي شروط الزواج؟ سبق وأن تحدثنا عن أركان الزواج. هذيك أركان الزواج راه كل ركن عنده شرط، ما يمكنش يكون هذاك الركن مزيان لما كانش عنده الشروط ديالو. إذا من بين شروط الزواج العقل. ملي نقولوا العقل أن يكون الزوجين عاقلين، لأن لكان الزوج غير عاقل كان مجنون لا يجوز له الزواج، ولا كانت الزوجة كذلك مجنونة لا يجوز لها الزواج، لأن في بعض الأحيان قد يقع هذا في المجتمع، وثبت هذا يعني واقعين، قصص واقعية حدثت، أنك تلقى واحد الإنسان كتلقاه أصلا هو كيشرب الدواء، يعني شبه مجنون، يعني العقل ديالو ما كاملش، كيشرب الدواء باش يتكالما، حيت لما شربش الدواء غيولي يضرب الناس، غيولي يخرج يهضر وحده في الشارع. فهاد الأسرة ديالو، العائلة ديالو، قالوا هاد السيد ربما ما مزوجش، داكشي علاش فاقد العقل ديالو، اجي نزوجوه باش يدير عقله. هو ملي كيكون شارب الدواء كيكون مزيان، ولكن لما شربش الدواء في الوقت راه كيكون بدون عقل. فماذا يفعلون هؤلاء؟ كيمشيو تيخطبوا ليه شي وحده وما تيقولوش لا انه راه ما عندوش العقل، وتيمشي داك السيد تيكون طويل تبارك الله ومقاد الى اخره، تيتكلم مزيان، وتيمشي تيتزوج بديك السيده حتى كتجي للدار وتتعيش مع واحد المده، او كينسى ما كيشربش الدواء ديالو لانه ما قالش ليها، ما رداتش مع البال انه كيشرب الدواء ديالو. فملي ما كيبقاش يشرب الدواء تيولي يدخل يخرج في الهضره، شويه تيولي يضربها، شويه تيولي يهضر راسو في الزنقه. هذيك الساعه كتكتشف الزوجه على ان السيد راه مجنون، عاد كتطلب الطلاق. اذا لا بد الانسان من الحذر ويسال مزيان، ما يلعبش على المظاهر، ديما الانسان يسول ويقلب ويبحث مزيان. فلا بد للزوجين من العقل. علاش العقل؟ لان لما كانش العقل راه ملي غيتزادوا عندهم وليدات شكون غيربيهم وكيفاش الى اخره، راه هادشي راه. اذا لا بد من العقل، تكون الزوجه عاقله ويكون الزوج عاقل. كذلك لا بد من بلوغ سن الزواج، لان عندنا هذه الامور في مدونه الاسره. بلوغ سن الزواج هو 18 سنه شمسيه، يعني بالميلادي. ملي كنقولوا بلوغ سن الزواج ان الزوجه لا بغات تزوج الفتاه خصها تكون عندها 18 سنه، بغى يتزوج كذلك الشاب خص تكون عنده 18 سنه. طيب لما كانش عندهم 18 سنه نحتاج هنا الى موافقه القاضي ديال الاسره، ان عندنا واحد السيد عنده 18 سنه لكن هذيك السيده اللي غيتزوج بها عندها غير 17. هنا كيديروا واحد الطلب تيصيفطوا للمحكمه، وهنا ملي كيصيفطوا للمحكمه ملي كيتوصل به القاضي تيعيط لهم وتيشوف هذيك السيده اللي عندها 17 سنه اللي قاصر، كتسمى قاصر، كيشوفها واش انها مؤهله للزواج ولا لا. لا بانت ليها لانها كتفكر مزيان، كتكلم مزيان، الفيزيولوجيا ديالها مزيان، قادره على تحمل مسؤوليه الزواج، تيعطيهم الموافقه.
بانت لي ان ما قادرش على الزواج ما تعطيهمش الموافقه حتى كتوصل ل 18 سنه. اذا كان احد الزوجين قاصرا لا بد من موافقه النائب الشرعي، والنائب الشرعي يعني هو القاضي، قاضي الاسره. اذا هذه شروط اخرى، لا بد من انتفاع الموانع الشرعيه. وهنا ملي تنقول الموانع الشرعيه يعني ان هناك من الازواج، يعني تقدر تمشي تتزوج انت وتكون هذيك السيده اللي غتزوج بها محرمه عليك شرعا، هذه كيتسمى مانع شرعي، مانع للزواج. او تقدر مثلا العكس، فهنا الانسان اللي بغى يتزوج لا بد ان يتحرى، خصوصا الا بغيتي تتزوج من العائله. مثلا بغيتي تتزوج مثلا بنت خالتك او بنت عمك او الى اخره، خاصك تسول الناس الكبار، تسول عمتك، خالتك، جداك، تسول مزيان، تسول واش هذيك السيده واش انت مراضع معها ولا لا. لانك لا كنتي مراضع معها يحرم عليك الزواج بها، كتسمى اختك من الرضاع. وقد حصل هذا في واقعنا. شحال من واحد تزوج ومن بعد عاد اكتشف بان ديك السيده الاخت ديالو، وعاد مشاو طالقوا بيناتهم وكتلقاهم ولدوا وليدات الى اخره. فهنا الانسان لا بد ان يتحرى. اذا من بين شروط الزواج انتفاء الموانع، ما يمنع. ملي نقولوا ما يمنع كذلك ان يمنع للزوج ان يجمع بين الزوجه واختها او الزوجه وعمتها او الزوجه وخالتها. يعني عندنا في الشرع التعدد جائز في الشرع بشروطه وضوابطه. يكون الانسان لاباس عليه غني، يكون كيعدل بين النساء الى اخره. فهذا الموضوع ديال التعدد موضوع خاص، المهم غير جبدنا هذا. واحد السيد بغى يدير التعدد، عنده الشروط الضوابط الى اخره. ملي بغى يدير التعدد خاصو، ملي يبغي يدير التعدد ما عندوش الحق انه يجمع بين هذيك الزوجه اللي مزوج بها وبين الاخت ديالها او بين العمه ديالها او بين الخالد ديالها، وتقدر تكون الاخت ديالها من الرضاع، فلا يجوز له ذلك. فالانسان لابد ان يتحرى هذا. كذلك من بين الشروط ولي الزوجه عند الاقتضاء. ملي كنقولوا ولي الزوجه، ولي امرها. ولي امرها شكون؟ هو الاب ديالها، فان لم يكن فاخوها، فان لم يكن فالعم ديالها، فان لم يكن احد اقاربها، فان لم يكن القاضي هو الذي يكون ولي امرها. علاش نحتاج الى الولي الامر؟ لان المراه بصفه عامه خصوصا في مساله الزواج كتفكر بالعاطفه ديالها وما كتفكرش بالعقل ديالها. يقدر يجي واحد الانسان هو غير صالح لها، لكن انها من شده ثقتها فيه ومن شده انه كيطمع بزاف ديال الحوايج والقضيه ديال الحب وبغاتو الى اخره، بالتالي تقدر تنسى راسها وكتفكر بالعاطفه ويقدر يتفلى على داك السيد. لكن لا كان ولي الامر، كان ولي الامر دخلاتو في هذه المساله وانه هو اللي يحكم لها في هذه المساله، رغم انها باغا داك السيد، غتخليه يمشي يقلب ليها ويبحث ليه على داك السيد، ومن بعد غيكتشفوا بانه نصاب ويعطيها ادله ويقول لها السيد راه كينصب عليك، راه ما باغيش يتزوجك، هذا باغي يتفلى عليك. وبالتالي تيشوف لها شي واحد اخر او تتشوف شي واحد اخر تيمشي يقلب لها ولي الزوجه كذلك. اذا لا بد من ولي الزوجه، ولي امرها، خصوصا المراه التي ما زالت صغيره، عندها 18 20 24 باقا لم تجرب الزواج. اما المراه المطلقه او المراه التي سبق لها الزواج او عندها 40 سنه عندها تجارب في الحياه، فهذه بعض العلماء قالوا لا تحتاج الى ولي الامر، يعني تقدر تزوج نفسها بنفسها، لان اصلا سبق لها الزواج، عندها تجارب وعارفه البشر كيفاش دير الى اخره. لكن نحتاج الى ولي الزوجه خصوصا في المراه الصغيره، يعني باقا يلا مقبله على الزواج، فتحتاج الى ولي الامر. ما تقولش لا صافي ديك السيد بغيتو اذا كذا الى اخره. فالانسان لابد من الاستشاره، ولا بد تخلي الولي الامر ديالك يبحث لك ويسول لك. كذلك من بين الشروط، وهناك قصص واقعيه الا بغيتو تدخلوا في اليوتيوب، قصص واقعيه، لان شحال من وحده مشات باقا صغيره وزوجت راسها براسها وصدقت نادمه وقالت علاش ما خليتش الاب ديالي وكذا. اذا الانسان لابد ان يتحرى. تلقات مع شحال من نصاب ونصب عليها. كذلك من بين الشروط ديال الزواج عدم الاتفاق على اسقاط المهر. المهر هو ركن اساسي لا بد من اعطائه. ماشي تجي المراه وتقول هذاك السيد فقير نتعاون معاه، اصلا كان فقير ما عندوش قدره على الزواج، ما خصوش يتزوج اصلا. هاد راه كنا ذكرناها في القدره على الزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، القدره على الزواج، اللي ما عندوش اصلا كيفاش بغيتي تكون اسره وانت ما عندكش القدره على الزواج؟ راه غتضيع عليك الاسره. اذا عدم الاتفاق على اسقاط المهر. ما تجيش الزوجه تقول انا صافي بلا ما تعطيني المهر،
انا باغاك انت، اي باغاه هو، ولكن راه خصو يعطيك المهر. هذاك المهر هو تيكون غير رمزي. ما معنى رمزي؟ يعني ماشي ضروري انه يكون نقود، يقدر يكون عباره عن هديه. هديه اتفقتي تشوي عليها لا باس، لكن انه ما يعطيك والو لا. وديك الهديه كتقيد فاش؟ كتقيد في عقد الزواج، انه عطاك هذه الهديه، مثلا سلسله ديال الذهب الى اخره او خاتم الى اخره، تتقيد. ثم هذه القضيه ديال اسقاط المهر، المهر لا بد منه ويجوز تاجيله. ملي كنقولوا تاجيله هو كنسميوه في المغرب مؤخر الصداق. ان مثلا على حساب كل منطقه، مثلا في المنطقه ديالكم كيعطيو مثلا 5000 درهم، معروفين النساء كياخذوا في المهر 5000 درهم. انت مثلا جا داك السيد ويلا غيدير العرس وكذا والتكاليف ديال الزواج، قال لك غنعطيك غير 2000 درهم و3000 درهم تنستقر ان شاء الله وكذا العام المقبل، او تدوز عامين او عام. فهذا جائز شرعا. او مثلا يقدر ما يعطيكش كاع 2000 درهم، يقول لك غيبقى داك الصداق كاملا ان اخرته للعام الجاي، دابا ما عنديش يلا تكاليف الزواج ويلا نفتح بيت الى اخره، ف 5000 درهم انا راه غنعطيك الصداق ديالك، ولكن راه ما عنديش دابا الفلوس. الا عطيتك الصداق كاملا غنكون في ازمه، فمن الاحسن حتى العام الجاي نعطيه لك. فهذا الجائز شرعا، يعني هو راه باقي في على العاتق ديالو انه خصو يعطيك المهر، وكيتكتب في عقد ديال الزواج ان بقي مؤخر الصداق 5000 درهم. يعني حدد مبلغ المهر 5000 درهم، لكن لم يعطيها لها في الحين، وبقي الى السنه المقبله، وكيتسمى مؤخر الصداق. فهذا جائز في الشرع. لكن ان تتفق معه على اسقاط المهر، تقول لي صافي ما تعطيني لا اليوم ولا غدا ولا العام الجاي، فهذا لا ينبغي شرعا. ثم ان الصداق، باش نحيد واحد اللبس، لان بعض التلاميذ عندهم هاد اللبس ديال القضيه ديال الصداق، تيقولوا ان الرجل ملي تيعطي الصداق للزوجه ديالو انه بحال كيشريها، بحال تيشريها، بحال يعني اما عنده، بحال عبد. الى لا، مش تيشريها. خصنا الرجل الاصل في الاسلام اننا عندنا النفقه واجبه على الزوج وواجبه على الرجل وليس على المراه. خصكم تاخذوا هذه القاعده، النفقه واجبه على الرجل وليست على المراه، سواء كانت المراه غنيه ام فقيره، سواء كانت موظفه ام غير موظفه. النفقه واجبه على الرجل وليست على المراه. طيب المرأة حينما تكون في بيت أبيها، من الذي يجب عليه أن ينفق عليها؟ الأب ديالها. الأب ديالها هو اللي كينفق عليها. جا واحد السيد يخطف فيها، ملي تيخطف فيها وبغى يتزوجها خاصو يقدم هذاك الصداق. علاش كيقدم الصداق؟ هذاك الصداق هو فيه واحد الحكمة، أن الزوج كيبين للأب ديالها، تيقول لي شوف عمي الحاج أنني هاد السيدة غنتزوج بها، هاك هاد المهر انا كنبين لك بان النفقه ما غتبقاش واجبه عليك انت، غتولي واجبه عليا انا كزوج. فهذاك المهر فيه حكمه وفيه دليل على ان النفقه تنتقل من الاب الى الزوج. يعني ملي غتنتقل لبيت الزوجيه ما غتبقاش النفقه واجبه على الاب ديالها. على من غتولي واجبه؟ غتولي واجبه على الزوج ديالها، هو اللي خصو يوفر لها كل ما تحتاجه من اكل وملبس وكل شيء. حتى وان كانت المراه غنيه ما خصوش يطمع لها في المال ديالها. لا كانت هي بغات تعاون معاه فهذاك هي حره في مالها. حتى المهر اللي يعطيه لها هي حره فيه، دير به اللي بغات. حتى الاب ديالها ما عندوش الحق يتصرف لها في المهر الا برضاها. السؤال السادس، اذكر مقاصد الزواج. يعني لماذا يتزوج الانسان؟ علاش؟ من بين مقاصده استمرار النسل، يعني من اجل التوالد، باش يكون عندنا الانسان. حتى لما كانش الزواج راه مع مرور الوقت قد ينقرض النوع البشري. كذلك من بين مقاصد الزواج الإحصان والعفاف، أن يحصن الزوج نفسه من الزنا، وكذلك تحصن الزوجة نفسها من الزنا. كذلك المودة والرحمة، وهذه أهم مقصد، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالإنسان الذي لا يجد في بيته مودة ورحمة وحب ووئام وسكن نفسي فهذا ليس بزواج. الزواج هذا هو الغرض ديالو. الله أكبر الله أكبر.
كذلك من بين مقاصد الزواج تطهير المجتمع من الأمراض، لأن الإنسان الذي يذهب إلى الزواج فإنه سيطهر نفسه من الأمراض المعدية، لأنه إذا ذهب إلى الزنا بدل الزواج، إذا ذهب إلى الزنا فقد يصيبه أمراض معدية كالسيدا وغيره، وهذه أهم المقاصد. السؤال السابع: استشهد بدليل شرعي على أحد مقاصد الزواج. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هذا الدليل لمقصد المودة والرحمة. ثامنا: استدل بآية من سورة يوسف على مشروعية الزواج. الدليل: قال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، امرأته يعني زوجته، فهذا فيه دليل على أن الزواج كان مشروعا قبل الإسلام، كذلك مشروعا في زمن يوسف عليه السلام. تاسعا: أذكر مقدمات الزواج. ملي كنقولوا مقدمات الزواج، واخا هادشي ما عندكمش في إطار المرجع مقدمات الزواج، لكن من باب الفهم خصنا نعرفوه لأن قد تسأل عليه في أحد الوضعيات. مقدمات الزواج يعني الأشياء التي تسبق الزواج، يعني الإنسان قبل ما يتزوج خصو يدير واحد الأمور. شنو هي الأمور اللي خصو يديرها قبل ما يتزوج؟ أول شيء اختيار الزوج المناسب أو اختيار الزوجة المناسبة. يعني الإنسان بغى يتزوج خصو بعدا يعرف اش غيتزوج، شكون هي السيدة اللي غتصلح ليه، وكذلك السيدة ملي غيجيو فيها الخطاب واش هذاك السيد صالح لها ولا لا. الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة اختيار. عادة كنديروا الخطبة. إذا ملي كنقولوا اختيار، شنو هو المعيار ديال الاختيار؟ شنو هو المقياس؟ المقياس هو اللي كاين في الأحاديث النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على اختيار الزوجة الصالحة وأعطانا الوصف ديالها، وهي أن تكون متدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني تتزوج المرأة لأربع، كل واحد كيفاش كيتزوج المرأة. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الاختيار، قال فاظفر، يعني عليك بذات الدين، صاحبة الدين لن تخسر أبدا، تربت يداك، يعني إذا أخذت وتزوجت صاحبة الدين لن تخسر أبدا. لأن الذي يتزوج المرأة لجمالها، هذا الجمال قد يذبل مع مرور الوقت، إما بسبب حادث لا قدر الله أو بسبب كبار السن. وكذلك حسبها، الإنسان اللي كيتزوج المرأة لأن باها في واحد القمة وباها شكون وكذا في واحد المنصب، فالأب ديالها مع مرور الوقت يقدر يكون يصبح مدلولا مع مرور الوقت، يعني ما يبقاش عنده ذاك المنصب، وبالتالي لما بقاش عنده ذاك المنصب تقدر تطلقها لأنك تزوجتي بها انت على قبل الأب ديالها عنده واحد المنصب وعندها نسب. أو مثلا تزوجتي بها لمالها وما بقاش عندها المال تقدر تطلقها. لكن الإنسان اللي تزوج المتدينة فغيبقى دائما معها، وخا يكون عندها الجمال ولا ما عندهاش الجمال، ولا عندها المال ولا ما عندهاش المال، سيبقى معها. وكذلك هذه صاحبة الدين ستحافظ عليه في غيابه، ستحافظ يعني لن تخونه، وكذلك تربي أولاده تربية صالحة، تربية دينية إلى آخره. ثم المرأة إذا جاءها الخطاب من تختار؟ هل صاحب الجاه؟ هل صاحب كذا؟ صاحب كذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد العائلة، يرشد الأب، قال لي يا سي هذا عمي الحاج، لا جاوك الخطاب، هالي خصك تختار. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن الأب لا بغى يختار الخاطب والزوجة لا بغات تختار الخاطب، خاصة تختار صاحب الدين وصاحب الخلق، أن يكون الدين والخلق معا بجوجهم خصهم يكونوا متوفرين في ذاك الشخص. حتى ذاك الشخص اللي غيجي أصلا يتزوج لا أكيد غيكون عنده القدرة المادية، هذاك الشيء ما نهضروش عليه، فين غيسكنها والعمل وكذا، راه هذاك الشيء راه غتكون عارف عليه هذيك المعلومات، انت اصلا تكون عارف واش عنده القدره الماديه. بالاضافه الى القدره الماديه خص تكون عنده الاخلاق والدين. لا عنده غير القدره الماديه فقط وما عندوش الدين والاخلاق، هذا لن يصلح لابنتك. علاش؟
لانه مع مرور الوقت غيرجع عليك، ويرجع لك مدلوله منكسره القلب، لانه ما يحافظش عليها. اما اذا تزوج صاحب الدين هذا غيخاف الله فيها، وسيتقي الله عز وجل وما غيظلمهاش، لانه عارف واحد النار غيتسال عليها، وكيتبع الاوامر ديال الله عز وجل وكيخاف الله عليها. اذا فصاحب الدين وصاحب الاخلاق وحدها لا تكفي. يقدر يجيك واحد متخلق وغير متدين، الاخلاق وحدها لا تكفي. لو كانت الاخلاق وحدها تكفي لا ادخل عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو طالب، لا ادخل الجنه، فاخلاقه لم تشفع له، فلا بد من الدين. وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم كان كيدافع عليه من اذى قريش، ومع ذلك استحق النار. علاش؟ لانه ما امنش. اذا لا بد من الدين، لان الدين، لان هذاك الزوج او يكون الزوج مستقبلي وغتولدي مع وليدات، هو اللي غيساعدك في تربيه الابناء. لما كانش متدين لما كانش متدين راه لن يساعدك في تربيه الابناء، ويربيهم على الانحراف، رغم انه واخا عنده اخلاق. فحتى النصارى راه بعض ديالهم عندهم الاخلاق، واليهود كذلك، وقد تجد ملحد عنده اخلاق. فالاخلاق وحدها لا تكفي، لا بد من التدين. كذلك من بين مقدمات الزواج، يعني الانسان ملي تيختار الزوجه ديالو المناسبه كيمشي يخطبها. الخطبه، والخطبه باش نعرفوا الله يرضي عليكم، الخطبه راه ماشي هو الزواج. الخطبه فقط هو واعد بالزواج. الخطبه فقط كيجي هذاك الخاطب تيوعد ديك السيده، تيقول لها انا غنتزوجك، صافي، هو وعد بالزواج. وبالتالي هناك احكام متعلقه بالخطبه. من بين الاحكام ديال الخطبه عدم خلوه الخاطب بالمخطوبه. ملي نقول الخلوه يعني ما يجيش الخاطب ويمشي يدير واحد الخلوه انه يسد عليه الباب والشراجم ويريح هو المخطوبه في الراس، ما كيشوفهم حتى شي واحد. او انه يمشي صافي يقول لها صافي راه خطبتك دابا من داركم، غنمشي نسافر انا وياك ونمشيو لواحد الوطيل الى اخره. فهذا لا يجوز شرعا، لان الواقع يشهد بذلك. شحال من دريه ضحك عليها، شحال من خاطب وخلاها مشوهه الى اخره. وبالتالي الدين ديالنا راه جاء للمصلحه، راه جا المصلحه ديالك انت وجا المصلحه ديالك انت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. كيفاش واحد الخاطب أصلا هو مشى يخطب ديك السيدة هو تيبغيها، وديك المخطوبة كتبغيه، ولا تلاقاو في الراس، ما تقولش هي ما غيديروا حتى شي حاجة. إذا ضروري غيديروا الحرام، وهي أصلا تقول الزوج المستقبلي، وبالتالي غتوقع معاه في الحرام. إذا لا بد الإنسان أن يتحرى، لا بد أن يتبع شرع الله، لأن فيه المصلحة، فتم المصلحة. ثم كذلك من أحكام الخطبة أنه لا يجوز للخاطب أن يخطب، أو لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه. لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه. يعني أنك أنت عارف واحد السيد راه مشى خطب فلانة وأنت تمشيتي من وراه، وفين كنتي شحال هذه؟ فهذا لا ينبغي، لأن هذه من الأدبيات خصنا نتحلوا بها. لا ينبغي للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه. ثم كذلك من بين الأمور المتعلقة بالخطبة، من بين الأحكام المتعلقة بالخطبة، أنه يجوز للخاطب أن يسترد ما قدمه من هدايا ما لم يكن فسخ الخطبة من قبله. يعني واحد السيد مشى خطب ودى معاه الكادوات بزاف والهدايا ثمينة، وديك السيده ما بغاتوش، قالت انا ما قابلتش بهذا السيد. اذا هنا خصها ترد ليه الهدايا ديالو. لا بغى الهدايا ديالو خصها تعطيهم ليه، يجوز له اخذها، ماشي واجب. يعني لا بغى يخليهم لا يخليهم لها، لكن هنا لا بغاهم خصها تعطيهم ليه. علاش؟ لان هي اللي رافضه. اما لا رفض هو لا ينبغي له ذلك. هذا راه كاين حتى في القانون. علاش درنا هذه المساله هذه؟ وعلاش دارت هذه المساله؟ لان كاين بعض النساء نصابات هما والاسر ديالهم، كتكون هذه السيده مثلا جميله عاطيه العين الى اخره، وعارفه انه غيجيو الخطاب، فكيبداو ينصبوا على عباد الله. ملي كيجيو في الخطبه تيبداو يشترطوا هما في الخطبه بعدا. يلا تيجيو يديروا المره الاولى تيقول لهم شوفوا في الخطبه غتجيبوا فيها كذا وكذا والذهب وهذه والكذا، كيبداو يشترطوا. يعني تكون مثلا الخطبه يقدر يجيب فيها السيد 2 مليون ديال الهدايا الى اخره. فملي كيجيب الهدايا تيقول لي صافي مابقيناش باغينك، كيبداو ينصبوا على هذا وينصبوا على هذاك. فهنا القانون كذلك ضبط هذه المساله. يعني الا كان الفسخ ديال الخطبه من طرف المرأة، هنا إذا طالب الخاطب بهدايا خصها ترجع ليه الهدايا ديالو.
إذا كان هذا هو درس الزواج، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وفي لقاء آخر بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.